السلام عليكم ورحمة الله حبايبي وصحابي واخواتي. النهاردة طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا خلاص اخر يوم في الامتحانات النهاردة، فحبينا كده نجازئ نفسينا بلقمة حلوة كده صحية من اللي بيحبها قلبك. حط اللايك واشتراك اختي حبيبتي، وتعالى اما اقول لكم على وصفة للأكلة حلوة وجميلة وفكرة سريعة. كان عندي فراخ بلدي طلعتها، طبعا عايزة أجازي نفسي، عايزة أفرح نفسي أولا وبعد كده الولاد، عشان أنا كنت تعبانة معاهم الفترة اللي فاتت دي جامد بصراحة. عملت فرختين بلد وزي ما انتوا شفتوها. طبعا الشوربة بتاعتهم بصل وورق لورو وحبهان وطماط مايه. بتظبط الشوربة وانت غسل الفراخ، انا كنت عاملاها كذا مرة قدامكم يا حبايبي. فالفراخ اتسلقت، فاعمل ايه تاني؟ طبعا انتوا عارفين البامية الخضراء طالعة اليومين دول وجميلة وطعمة وزي العسل. قطعت البامية وغسلتها، وخدت برضو من الشوربة، عملت حبة بامية كده حلوين زي ما انتوا شايفينهم، خضر وجمال جمال 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 الجمال يعني، ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب ويحسن ما بين أيدينا. وعملت ايه تاني معاهم؟ الأكلة بتاعت النهاردة بسيطة وسهلة وفكرتها حلوة. عملت شوية ايه، شوربة لسان عصفور، جميلة كده وخفيفة، عشان انتوا عارفين الجو الحر ده ما يبقاش فراخ بلدي كده جميلة ومحمرة في الفرن ويبقى الأكل كمان دسم، عايزين حاجات خفيفة كده وحلوة. فأنا عملت جنب الأكل حبة شوربة لسان عصفور، حمرتها وزودتها بس من شوربة الفراخ. أنا ما حطيتش أي إضافات تانية. ليه؟ عشان شوربة الفراخ تكفي وتغني بصراحة. هي متبهرة ومتظبطة زي ما انا قلت لكم. بتحط التوابل وخلاص، طشت لها شوية طشة برضو البامية. وكانت أكلتنا دي وغدوتنا الحلوة. جزأت نفسي بأكلة حلوة كده النهاردة. عز ما أنا كنت جاية تعبانة النهاردة آخر يوم في الامتحانات، كل سنة وانتم طيبين. وإن شاء الله يوفق أولادنا كلهم يا رب بالنجاح والتوفيق لأولادنا جميعا، وولادي من جنابي يا رب، وباركنا فيهم وفرحنا بيهم. أبوهم بقى برضه حب يفرحني أنا فرحني أنا وبعدين هم، بصراحة أنا تعبت معاهم الفترة اللي فاتت، فجابلنا معانا جاتوه. هو جاي ربنا يخليهولنا يا رب، باركنا فيه وفي عمره. جابلنا هاتلنا حاجة حلوة يا بابا معاك، فجابلنا. فأنا حبيت أصور معاكم برضو اليوم بتاعي كله معاكم. استاهل لايك والاشتراك. وخوخ كده كان برضو لسه طالع جديد الخوخ، بس مسكر زي العسل. فحطيت لهم كل واحد طبقه وكل واحد كوباية حاجة ساقعة، وظبطتهم كده. ان شاء الله يا رب نشرب الحاجة الساقعة كده ونفرح وننبسط لما ولادنا كلهم ينجحوا ويجيبوا اعلى الدرجات يا رب، ويسعدنا بيهم ويفرحنا بيهم حبايبي واخواتي. وده كان يومي، وكان فيديوهية يعني ملخصاه بصراحة، عشان كنت جاية من المدرسة تعبانة. فأنا حبيت ألخص معاكم كل حاجة وأديكم فكرة سريعة وحلوة، ونفرح ولادنا كده وندهم آخر تعبهم كده بحاجة بسيطة تفرحهم وتبسطهم، عشان يعرفوا بس إيه، إن هو تعبهم إحنا بنقدره. سيبكم من الأكل ولا الحاجات دي، الحاجة الحلوة دي بتفرح العيل. إيه، ما أنا على طول بياكلوا حاجة حلوة، بس لما أنت بتجزيهم، أنت حالل كويس، أنت عاملة كويس، فبتجزيهم حاجة حلوة وربنا يفرحنا بيهم يا رب.